لم يظهر شيركو الجناح الأيسر لفريق نادي أربيل. أقرب لمصطفى محمد، عودة للحسن حويبيب، قلب الدفاع قد يخطئ حويبيب، خطيرة خطيرة خطيرة، وأربيل جول. جول لأربيل، جول لأربيل. إيمانويل أكوي يسجل لفريق نادي أربيل أول أهداف المباراة بخطأ دفاعي للزوراء. الحسن حويبيب يخطئ أمام اللاعب إيمانويل أكوي ويسجل ثاني أهدافه في الدوري العراقي مع أربيل بعدما سجل في مرمى الحدود، الآن يسجل في مرمى الزوراء. الأوغندي إيمانويل أكوي يفتتح التسجيل بهدف أول في هذه المباراة بخطأ من دفاع الزوراء، وبالتحديد عن طريق اللاعب الحسن حويبيب. لاحظ الإعادة، لاحظ الإعادة، لاحظ الحسن حويبيب. الحويبيب يخطئ، إيمانويل أكوي لا يخطئ مرمى الزوراء ويسجل على يسار جلال حسن، معلنا عن افتتاح التسجيل لفريق أربيل في مرمى الزوراء. هدف لأربيل لا شيء للزوراء. الحسن حويبيب يخطئ أمام اللاعب إيمانويل أكوي ويسجل هدف أول في هذه المباراة. من الكناري وعنده مهمة صعبة الكناري، هجوم الآن، ممكن التعادل. الزوراء خطيرة وهدف تعادل، جول للزوراء. هدف للزوراء. الزوراء يعود إلى هدف التعادل، وسعد عبد الأمير يسجل للزوراء. ويصبح اللاعب الوحيد اللي يسجل في مرمى الفريقين. سعد عبد الأمير يسجل هدف أول لفريق نادي الزوراء، هدف تعادل للزوراء في مرمى أربيل، وسبق لسعد عبد الأمير أن سجل في مرمى الزوراء عندما فاز نادي أربيل على الزوراء ب4 أهداف لهدف واحد. سعد عبد الأمير سجل هدف، ولؤي صلاح هدفين، وخورخي الإسباني هدف، وهذا هو هدف التعادل. لاحظ الإعادة وهدف التعادل. سيدفع للأمام، يشارك القوة الجوية، ومحاولة خطيرة وثاني جول. هدف ثاني إبراهيم سعادة يسجل هدف ثاني، وقد تكون هناك لمسة حسن عبد الكريم يضعها في المرمى. هدف ثاني للزوراء بعد التمريرة من إبراهيم سعادة بالمباشر إلى المرمى، وقد تكون لامسة حسن عبد الكريم. هل سيسجل الهدف باسم إبراهيم سعادة أو سيكون باسم حسن عبد الكريم؟ هدف ثاني للزوراء، والزوراء يقلب الطاولة على أربيل ويسجل هدفين عن طريق سعد عبد الأمير. ولاحظ الإعادة، هل لمسها حسن عبد الكريم؟ بالفعل لمسها حسن عبد الكريم، وهدف الخامس حسن عبد الكريم مع الزوراء خلال هذا الموسم. بالفعل لمسها حسن عبد الكريم، وهدف ثاني للزوراء. هدف مشترك ما بين إبراهيم سعادة وحسن عبد الكريم، لكن حسن عبد الكريم هو اللي لمسها. هذا ريباس عبد الله، حاول نقل الكرة للأمام قريب الخط الجانبي. ماكنزي عادت للوسط إلى لؤي العاني. الزوراء ممكن الهدف الثالث خلاص، وأبو حشيش، وثالث للزوراء خلاص. هدف ثالث للزوراء محمد أبو حشيش، الله، هدف ثالث للنوارس، وتحلق بنقاط المباراة على حساب أربيل بهدف ثالث عن طريق اللاعب الأردني، ليسجل محمد أبو حشيش أول أهدافه مع الزوراء خلال هذا الموسم. مدافع اليسار لفريق الزوراء محمد أبو حشيش يسجل في مرمى أربيل ويسجل ثالث الأهداف أمام حيرة الكادر التدريبي حسام فوزي، وأيضا حيدر قرمان مشرف فريق نادي أربيل. لاحظ الإعادة، والبداية من ماكنزي هو اللي أخطأ، واستغلها لاعبي نادي الزوراء بعد التمرير من لؤي العاني لخط الوسط، وبالتالي عملية تمرير لجهة اليسار من أحمد محمود يسكنها في الشباك اللاعب محمد أبو حشيش على يمين الحارس ريباز عبد الله ليدرك ثالث الأهداف للزوراء في مرمى أربيل. خلاص الزوراء، و3 نقاط في غاية الأهمية، 3 نقاط ثمينة، 3 نقاط، وبداية جيدة لحيدر عبد الأمير.